بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه اللي في الصورة ديت؟ الغلط هنا ديت طبعا فلافل. الغلط هنا ان انا بعد ما تعبت فيها وعملتها ونجحت معايا حطيت. انا دايما بحب اجرب، مع الاسف الشديد المرة اللي فاتت حطيت كمية صغيرة من الصودا بتاع الطبيخ، ولكن كانت كويسة. المرة دي حطيت، قلت ايه اللي هيحصل يعني لو زودت الكمية، فرحت مزوداها. فده اللي حصل، كبرت ونفشت، وواضح في الحلة انها نزلت كمية برضو كبيرة في الحلة يعني. لا، مضطرة بقى ان انا اصفي الزيت وضياع الوقت ده كله، انا مش بحبه. لكن اكتشفت وتأكدت، طبعا انا ما اكتشفتش، انا اوريدي عارفة، بس انا تأكدت يعني ان مهما كانت الكمية اللي انت هتزودها صغيرة في نظرك، هي في نظر الطعمية مش صغيرة. وهي كده كده بتنتفخ انا ما اعرفش طعمها هيبقى ايه دلوقتي، لسه هاكلها اهوت. أم... آه، بس يعني انا وصفة الطعمية وصفة تقليدية جدا، وموجودة في القناة بتاعتي. لو انتوا دورتوا في القناة بتاع اليوتيوب على في وصفات مصرية، لكن او اي وصفات تانية، انا عندي قناتين للوصفات. المهم يعني في ناس يعني انصحكم يعني ما تعملوش الناس اللي بيقولك اعملها في الخلاط وضيف ميه وصفي الميه. مش مستاهله خالص، مش مستاهله خالص، ولا تضيف ميه، ولا ده ايه العك ده. ويعني ربنا يهدينا جميعا.